السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني. لسه راجعة من اسكندرية امبارح، بقالي اسبوع كده ما بنزلش فيديوهات. لسه راجعة والله امبارح، يا دوبك ايه عملت اللي ورايا وربقت الشقة كانت عايزة تتروق، وقلت ايه اشارك بقيت اليوم معاكم يعني. لما جيت امبارح كده لقيت الشقة كانت متبهدلة شوية، روقتها على قد ما قدرت لحد بالليل. والصبح ايه عملت ايه، ابتديت يعني اعمل المطبخ. كان عندي شوية مواعين كده، قلت اغسلهم بسرعة، وفضيت اللي كان على البوتاجاز، وفضيت كان في حاجات في التلاجة وكده، فضيتها قلت اغسلهم قبل ايه ما اعمل الغدا. النهاردة هنعمل الغدا ايه، هعمل لهم عيش اللي هو عارفين العيش السوري بالبطاطس، وهعمل تومية، وهعمل برضو قرص. قلت اعمل قرص ايه قبل كده رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. قلت اعمل قرص يعني كده قبل رمضان، لان في رمضان محدش بيعمل معجنات قوي يعني، قليل لو هعمل حواوشي كده، لكن قرص وكده لا. لكن في الايام العادية بحب اعملها، بحب افطر بيها، اتعشى بيها كده يعني، بحب اكلها كده بالجبنة. قلت اعملها يعني ايه، كان نفسي فيها وقلت اعملها قبل رمضان. وعملت برضو البطاطس بالعيش السوري، وعملت التومية. قلت حبيت اشارك يومي معاكم، قلت ايه ابتدي كده، نسمي الله كده ايه ونبتدي. بس قلت خلص بس الحوض كده شوية، كان في شوية مواعين كده واخلصهم ونبتدي نعمل ايه في الغدا. طبعا انا بشكر حبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة، بيدعموني، بتفرحوني. شكرا جدا ليكم، وشكرا لكل المشتركين الجداد. ربنا يخليكم ليا بجد يعني. قلت اخلص بس كده المواعين ايه ونبتدي ايه في الغدا يعني. حبيت اشارك يومي معاكم واصور معاكم. وحشتوني والله من الاسبوع يعني اللي انا ما صورتش فيه ولا اتكلمت فيه معاكم يعني. اتعودت ان انا اتكلم معاكم كل يوم، بس قلت اخلص كده بسرعة ونبتدي ايه في الغدا. كنت اشتريت يعني عيش سوري، بعت ادم يجيبهولي يعني، وجابولي طازة، كان طعمه حلو قوي يعني، لسه كان معمول وعملته. انا عايز اقول لكم العيش السوري بالبطاطس عجبنا اكتر من اللي اعمله بتاع ده، بشاورمة لحمة او شاورمة فراخ. حسيت طعمه احلى من بتاع ده، عجبنا اكتر بالبطاطس. انا بصراحة دي تاني مرة في حياتي ان انا اعملها، انا ما عملتهاش هي مرتين بس يعني، جربتها مرتين بس عجبتنا اكتر من البتاع ده، من اللحمة والفراخ. هنا ابتديت بس قلت اعمل ايه بتاع ده القرص الاول. كده كده البطاطس مش هتاخد وقت معانا. جبت كيلو دقيق ونخلته مرتين، حطيت عليه بتاع ده زبدة، وعلى الزبدة حطيت معلقتين زيت كده، وقعدت ابس فيهم كويس كده بالدقيق، لحد لما احس ان الدقيق كله اتشرب من الزبدة والزيت. مش عايزة تحط ممكن ساعات ما بحطش الزيت، بس انا حطيت يعني المرة دي معاها زيت. وحطيت بصي بقت عاملة ازاي. فضلت ابس فيها كده لحد لما عملتها برضو. حطيت لبن، مع اللبن ده حاطه معلقه خل كبيره، وشويه لبن، شويه سوري، شويه ميه، شويه ميه كده ايه كنت مدفيه، وظرف خميره، وهحط معلقه سكر كبيره، وثلاث معالق لبن بودره. هو اللبن البودره بيدي حته روه كده في العجين. ما ساعات لما يبقاش عندي ما بحطش، وساعات بنسى والله ان انا احطه. حطيت ملح. والعجينة ايه انا بخمرها، بحطها بسخن الفرن شوية، واغطيها واحطها في بتاع ده في الفرن، اطفيه كده يا دوبك يسخن كده، واحطه ايه احطها في الفرن ايه تخمر. بعد ما خمرتها بس كده طلع التخمير منها كده، بعد كده جبت صواني وايه، وابتديت اقطعها كده كور صغيرة.
بتبقى حلوة، انا بحبها يعني كده افطر بيها. آه بتبقى طعمها حلو. وهصغرها تاني، يعني اللي انا هعملها اللي هي تبقى ايه قد بعضيها كده، ابططها كده، وكنت مسخنة الفرن. وهي كانت طلعت، كانت طعمها حلو قوي، كانت لسه سخنة. لايك بقى للقرص، غير اللايك بتاع البطاطس. كده كنا خلصنا القرص، وندخل ايه على نعمل الغدا بقى بتاعنا النهاردة. جبت كام بطاطساية كده حلوين، وقطعتهم واقليهم، واعمل ايه التومية، اسيبها على النار واعمل التومية. انا بعمل التومية في البيت، بتبقى طعمها حلو قوي. جبت 3 كوبايات مية، وعليهم 3 معالق كبار نشا. قلبتهم كويس على نار، ما كنتش ولعت النار، على البارد كده. وافضل اقلب فيهم اقلب فيهم لحد لما المية تقصر خالص، وتبقى عاملة زي ايه ناشفة كده في بعضيها. بس ما سيبهاش كده، ما سيبش ايدي منها، يعني افضل على طول بقلب فيها بقلب فيها. كنت ولعت على البطاطس عقبال ما ايه التومية تخلص. افضل اقلب فيها لحد لما تتقل معايا خالص. تبقى طعمها حلو قوي، التومية اللي بتتعمل في البيت. ايدي فيها طبعا عشان ما تكلكعش خالص. اهي ابتدت اللي هي تقصر شوية شوية لحد لما اهي. كل ده هي لسه انا سايباها اهي، بصي شوية شوية اهي. جبت بقى هنا زبدية، وجبت ليمونتين كبار حلوين كده، وجبت معلقة خل كبيرة، وكوباية الا ربع زيت. بس حطيت يعني زيت تاني، يعني قول ممكن كوباية زيت، ومعلقة خل. وحطيت 3 فصوص توم، وحطيت معلقة الا ربع كده ايه صغيرة ملح. وخلطتهم كويس، وكنت سايبة النشا تبرد شوية، اللي هي المية بالنشا، ان هي ايه تهدى كده شوية. خلطتهم اهي، ورحت نازلة بالنشا عليهم. حطيت شوية ملح صغيرين، وخليتهم مع بعض كده. انا حطيت الكوبايه الا ربع دي كلها، وجبت كمان ربع كوبايه زيت حطيتها. بس وهي كانت كده ايه، طبعا بشوف قوامها، وقوامها تقل كمان، يعني لما هدت كمان شويه قوامها بقى تقيل. يعني حتى عملت السندوتشات وحطيت الباقي في التلاجة، تقل شويه. نعمل اول سندوتشين بس الادم ان هو ايه مش عايزهم بالجبن. حطيت شويه توميه وعليهم البطاطس، والفهم كده. تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة، وكومنت حلو منكم كده. هنا بس اعمل له اول سندوتشين كده، عشان هو قال لي مش عايزهم يعني اللي انا احط عليهم جبن، مع ان الجبن والله بتديها طعم حلو يعني. اعمل كمان واحد كده بالجبن بقى. هنا كده ابتدي اعمل اللي هما بالجبن. وهجيب الطاسة احطها على النار تسخن كده، وبفرشة زيت صغيرة خالص، وايه بس تاخد تشميعة بس كده. وده كان غدانا النهاردة. حبيت اشارككم يومي معاكم. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة، وكومنت حلو منكم كده. وشكرا لكومنتاتكم الجميلة، وشكرا لدعمكم ليا.